قال المشاكل كلها تبدأ من كلمة أنا. داموا الناس كلها بتشوف إنه هي الصواب. ما أحد من الخطأ معصوم، واسمع يا ظنا والذي ما يعتذر الأخطاء يدور للخراء. شفت أنا أشخاص كانوا عايشين بين الهناء، بس للحين كل من أعلم من الثاني غياب، والسبب يبقى الغرور ذي للكراهية جنى، وأصبحت قصة هواهم والغرام مثل السراب. ليش ما نعقل ونوعي؟ ليش ما نعقل ونوعي؟ ليش نعظم نفسنا؟ صارت الأنانية لغلطنا مثل الحجاب، ونقول إحنا الصح والغلطان يبقى غيرنا، ونقول هو البادئ وإحنا بس ردينا الجواب. وإذا لقينا شخص ينسى دائما أغلاطنا والله رأينا في الخصم فجأة بيعلن انسحاب، بنفكر إنه واحد أهبل ما يعيش إلا بنا، وإنه إذا غبنا عاد تصبح عيشته بين العذاب. نصيحتي بقولها لا تحسبوه قد انحنى، لأن هذا الشخص يعطيكم فرص قبل الذهاب، وإن استغليتوا فرصكم شغلوا هذا الغنى. راح ورحل في رجعته ما ظن بيفيد العتاب، راح ورحل في رجعته ما ظن بيفيد العتاب.